السلام عليكم. عيد المولد قرب وكل منطقة في الجزائر معروفة بطبق تقليدي تاعها ديرو هذيك الليلة للعشاء. والوصفة اللي جات في راسي نشاركها معكم اليوم من الوسط الجزائري اللي هي الرشتة. بسم الله نبداو. درت شوية زيت شوية سمن، قليت البولي تاعي بيان، وبعد زدت عليه بصلة ولفت، كنت ربيتهم في الرقيق كامل، خليتهم تقلاو بيان. بعد لحت الخضار كورجات سنارية لفت، درت فلفلة حارة، يا سيدي درت قرفة كزبر ملح وفلفل أسود ومرقتها. القرفة تحبوا تزيدوا عواد، هذه تبقى اختيارية. الحمص وحطيتها تغلي، جبت الرشتة تاعي درت لها شوية زيت وحليتها هكا مليح بيديا، متخليوهاش لاصقة في بعضها، وحطيتها تفور على نفس القدرة اللي طيبت فيها المرقة. نحيت البولي تاعي وخدمت له لهنا اون صوص، درت فيها فلفل عكري وشوية سمن وشوية ملح، وطليته بيان وحطيته في الفور يتحمر. صارت الرشتة الفورة الأولى نحيتها ورشيتها بالمرقة، بعد ما درت لهاش كامل الماء. زدت رديتها فارت الفورة الدوزيام بعد ما شربتها وخليتها نشفت مليح. زدت درت لها السمن، وهكا الرشتة تاعنا راهي واجدة. حطيتها بردت ونشفت شوية، حطيتها في الطبق وزينتها بالخضار وحطيت البولي تاعي هكا. ثاني تقدروا ديروا معاها بيض مغلي وتحطوا معاها الطرشي، كل واحد كيفاش يحب. صحتكم، سلام.